استرشادي رقم 6 في الابلايد ماث. يلا بينا، يلا يا باشمهندس. بيقول لك if the particle moves in a straight line from the origin with initial velocity of 4 cm per second، يعني الفي نوت بكام؟ ب 4 cm per second. كمل معايا. والالجبريك ميجر بتاع الاكسلريشن بتساوي فانكشن في التايم اللي هي 5t minus 1. تمام. عايز الالجبريك ميجر of the velocity after 2 seconds. وهنا خلي بال حضرتك الفخ انك لو عملت انتجريشن للفانكشن دي من الزيرو للتو، انت جميل شاطر برافو عليك، لكن انت مش بادئ من الصفر. سرعتك البدائية كام؟ 4. عشان كده هكتب القانون الأساسي بيقول ايه؟ V equals V نوت بلس ال A في T. طيب ال V النهائية اللي بدور عليها، أنا عايز الفيلوستي. ال V نوت بدأنا ب4 زائد الأكسلريشن في التايم، هي عبارة عن انتجريشن الأكسلريشن دي تي. يلا بينا، يبقى ال V equals 4 زائد من الصفر للاتنين الاكسلريشن 5t minus 1 dt. حلو. ده هيديك 8، هتزوده على الانيشال فيلوسيتي اللي هي 4، فالإجابة إن هي تبقى 12. مهمة أوي الفكرة دي، مهمة أوي الفكرة دي، مهمة تاخد بالك إن فيها في نود ب4. السؤال اللي بعده من الأسئلة المشهورة المتكررة. بيقول لك a body of mass 2t plus 3. متوقعة جدا الفكرة دي عشان متكررة. ماشي يا عم. بيقول لك الالجبريك ميجر اوف ذا ديسبيسمنت، مديني ديسبيسمنت عباره عن كام؟ 5 over 2 t squared plus 3t. كمل معايا. بيقول لك where s is measured او is measured in meter t in seconds the magnitude of the force بكام؟ طب الفورس عباره عن مين؟ الفورس عباره عن derivative الماس مضروب في الفيلوسيتي في حاله ان الاثنين ايه؟ الاثنين variables. طيب يلا نجيب الفيلوسيتي. ازاي اجيب الفيلوسيتي؟ الفيلوسيتي هتساوي، نزل الباور، هتبقى 5t بلس 3. جبنا الفيلوسيتي، هضرب الماس في الفيلوسيتي الاول اهو. ضربنا الماس في الفيلوسيتي، انا كده جبت الايه؟ جبت المومنتم. اعمل له ديريفيتيف هو كده. لو عملنا ديريفيتيف وهو بالمنظر ده كده جبنا الفورس. يلا ديريفيتيف الاولاني 2 في التاني زي ما هو، بلس ديريفيتيف التاني 5 ثانية بلس ديريفيتيف التاني 5 في الاول زي ما هو. عايز يحط التايم بكام؟ الراجل بيقول لك مش هحط التايم بحاجة، اعمل لي سمبليفاي. حاضر. الاتنين تخش على الاتنين تبقى 10 تي بلس 6 بلس 10 تي بلس 15. 6 و15 دي 21، 10 و10 يعني 20 تي. 20 تي بلس 21، فالإجابة هتبقى لتر A. سؤال جميل ولطيف وظريف، متوقع من الأسئلة الجميلة اللي بنحلها. السؤال اللي بعده يلا بينا. سؤال رقم 3 بيقول لي ال F1 وال F2 أهم قصادك act at a point A. هما الاتنين act at a point A، يبقى الريزلتنت برضو act at a point A. هات لي كده الريزلتنت يا كابتن. اجمع الإكسات 6، اجمع الوايات 2 يا باشا. ماشي. act at a point B نقطة اسمها إيه؟ بكام وكام؟ 5 ونيجاتيف 1. عايز السم بتاع المومنت بتاع الفورسز، يعني عايز المومنت بتاع الريزلتنت حوالين نقطة B. مسألة متكررة عبيطة هبلة. تبقى بي ايه؟ ايوه كروس الار. يلا بينا، ده المومنت. يلا يا باشا، البي ايه يبقى ايه؟ ماينس بي، تبقى 5 ونيجاتيف 5. كروس الار اللي هي 6 و2. البعيد في البعيد 10 ماينس القريب في القريب هتبقى زائد 30، فالإجابة هتبقى 40 لتر سي. السؤال اللي بعده يلا بينا. بيقول لك F1 و F2 are two parallel forces. F1 40 نيوتن act at a point A of a light rod. ماشي. اللي هو اسمه ايه؟ بي. ال F2 act at a point B على الطرف التاني. If the resultant of magnitude 15 then the line of action is 80 centimeter distance from point B. مش فاهم حاجة، أنا مش فاهم، أنا مش عارف، أنا مش قادر أتوقع. الراجل هنا بيقول لي إن عندي رود اسمه AB أهو. ال F1 يا عم تعالى نفترضها لفوق ب40. حلو. ال F2 ممكن تبقى لفوق، ممكن تبقى لتحت. صح؟ صح ولا مش صح؟ صح طبعا، صح جدا، صح خالص. تعالى نفترضها لفوق، مثلا هتطلع ب50 يا عم. الريزلتنت لازم يطلع اكبر من ال40 وال50 مجتمعين. طب الريزلتنت ده صغير، هل يصح هذا الكلام؟ لا. يبقى اقدر اقول ان الاف دي في عكس الاتجاه تبقى لتحت. جميله، حلوه. الراجل بيقول لي ايوه ان الريزلتنت ب15. حلو. الريزلتنت بكام؟ ب15. كمل.
and its line of action is 80 centimeter distance from B. تبعد 80 من البي. تبعد 80 من مين؟ من البي. طب ثانية واحدة، تعال نفترض ان الريزلتنت تبعد 80 من البي هنا. بكام الريزلتنت؟ ما قاليش، لا قال لي ب 15. حلو، بتبعد كام؟ 80 سم. ده افتراض، انا بفترض. حلو، يبقى الاف دي بكام؟ كام ناقص 40 تديك 15؟ والله الاف دي ب 65. ده اول احتمال. حصل الكلام؟ حصل. جميل، قشطة، لطيف ظريف، مفيش مشكلة. طيب، وممكن في احتمال تاني، ايوه، ان انا يبقى عندي الفورس عند الاي اهي اللي هي ب 40، ماشي، والفورس عند البي اهي اللي هي باف اللي معرفهاش، والريزلتنت اهو، ايوه، يبعد 80 عن نقطة بي، يبعد 80 عن نقطة بي، قشطة، وب 15. هتبقى 40 ساعتها ناقص مين؟ والله هتبقى دي ب 25. فأنا عندي تو اوبشن، يا إما الإف ب 25 يا إما الإف ب 65. طب وهتعمل إيه يا مستر في المعضلة دي يعني؟ والله ما أعرفش، مش هعمل حاجة. أنا صباح الخير صباح النور كده هشتغل على المسألة مرتين. طيب تعالى هنا، دي هنسميها طبعا نقطة C، وهنا هنسميها إنها تبعد 80، فهتبقى دي كلها 80، ماشي، ودي هنسميها X، ودي هتبقى 80 ناقص X، ده احتمال. طيب، ودي هتبقى 80، حلو، ودي هنسميها مين؟ X. يلا نشتغل يا باشا، نشتغل على الرسمة اللي على اليمين عشان شكلها أسهل. يلا يا باشا، هتبقى 40 على المسافة دي اللي هي 80، يبقى 40 على 80 بتساوي، ايوه قول، هتساوي الاف، ايوه الاف على المسافه دي كلها اللي هي 80 زائد اكس. اف على 80 زائد اكس بتساوي الريزلتنت اللي هو ال 15 على المسافه ما بين التو فورسز، تبقى اسمها اكس. من هنا اقدر اجيب الاكس هتطلع بكام يا هندسه؟ والله الاكس هتطلع ب 30، صح ولا ايه يا جدعان؟ الاكس هتطلع المفروض ب 30. ده اول احتمال. الاكس طبعا هي هنا هي الاي بي. ده اول احتمال، الاكس طلع ب 30، لقيتها في الاختيارات. طب خش لي على الاحتمال التاني. يلا يا باشا اشتغل عادي. اصحى، ال 40 على المسافه دي كلها اللي هي 80، ماشي، بتساوي الاف، ايوه الاف على المسافه دي اللي هي مين؟ اللي هي اكس. طبعا الاف هنا هتبقى ب 25. 25 ايوه اهي، على مين؟ على المسافه دي يا باشمهندس اللي هي مين هندسه؟ الاكس. ماشي، اوكي، هايل، كلام جميل وشيك وعسول. تعمل كروس مالتيبليكيشن فتجيب الاكس هتطلع ب50. استنى، اكس ب50 يعني دي كام؟ 50. طب ودي كام؟ 80 ناقص 50 اللي هي كام؟ 30. الله، ده برضو الاي بي في الحاله دي ب 30. يبقى انا سواء خدت الاحتمال ده او خدت الاحتمال ده، لانه ما حددش مين في عكس الاتجاه ومين في نفس الاتجاه، ما قالش الكلام ده خالص. اذا صديقي العزيز، في الحالتين طلعت الاجابه برضو ب 30. الاجابه هتبقى لتر دي. سؤال حلو عشان ما حددش الاحتمالات. السؤال اللي بعده، يلا بينا. بيقول لي ايه؟ بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر رومبس، وما ادراك من الرومبس. قلنا ان الرومبس كل السيدات فيه قد بعض، الاريا بتاعته هاف دايجونال 1 في دايجونال 2، واتفقنا ان كل اتنين انجلز قصاد بعض قد بعض. ماشي، اوكي، كل ده كلام متفقين عليه. ماشي، بيقول لك السايد لينس ب 10، يعني دي ب 10 سنتيمتر، وكل واحده فيهم ب 10 سنتيمتر. قابل قصادك زي ما انت شايف. ماشي، بيقول لك ان انت عندك انجل اسمها سي بي اي. فين سي بي اي؟ سي بي اي اللي هي كل دي، ايوه بكام؟ ب 60. تقسم كام وكام؟ 30 و30، واللي قصادها تقسم كام وكام؟ 30 و30. 360 ناقص الستنتين اللي هي 120 تبقى 140، تتقسم على الاتنين تبقى 120. 120 تتقسم 60 و60، 60 و60. ماشي، والرومبس بنسبه كبيره هيجي لك في الامتحان، متركز عليه جامد في الاسترشاد. كمل معايا. بيقول لك if the system is equivalent to a couple، ده يمثل ايه؟ couple and the measure of its moment equals 25√3. عايز الاف بكام؟ حاضر، هجيب المومنت بتاع ال 25 و25، واجيب المومنت بتاع الاف ولف ونشتغل. طيب يلا بينا. 25 و25 تعرف تجيب المومنت بتاعه؟ والله انزل perpendicular distance من هنا عليه. حلو، ادي يا عم ال 90
وهستخدم الانجل دي اللي هي كام 60. البربنديكولار ديستانس هيبقى اسمها ال، فهتبقى 10 ساين ال60. يبقى ال25 هتتضرب في 10 ساين ال60. واستنى بتلف ازاي؟ بتلف بالبوزيتيف. كمل، هاتلي الاف والاف، نزل perpendicular distance من هنا لين، هتبقى برضو ايه 10 ساين 60. بتلف بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى نيجاتيف 10 ساين 60 مضروبة في الاف. كل ده بيساوي كام يا ولاد؟ بيساوي 25 روت 3. طيب هتعمل شيفت سولف خفيفة، فالفورس بتاعتك هتبقى 20. شكرا، الإجابة هتبقى لتر إيه. سؤال جميل وحلو ومتوقع. السؤال اللي بعده يلا بينا. يقول لك هنا عندك إلكتريك إليفيتور، عندك مصعد، مسألة أسانسير موفينج فيرتيكلي أبورد. ماشي، أدي الأسانسير بتاعنا أهو ماشي لفوق فيرتيكلي أبورد بإيه؟ ماشي بإيه؟ أدي فيرتيكلي أبورد ماشي بكونستانت ديسيلريشن، يعني الأكسلريشن بس بالإيه؟ بالنيجاتيف. ماشي. A spring balance is attached to the ceiling. عندنا في هنا balance attached to the ceiling. ماشي. It's a carrying body of mass 35. يبقى هنا 35 في G، وهنا في ال N. If the apparent weight indicated by the balance is 30 كيلوغرام weight، فال N هنا بتساوي 30 في 9.8. ماشي 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 ماشي. عاوز ايه مني؟ والله عاوز منك الايه؟ الاكسلريشن. الفورس اللي مع السهم ماينس الفورس اللي في ديل السهم يكوالز ماس في اكسلريشن. حلو، يبقى الفورس اللي ايه؟ مع السهم يبقى 30 في 9.8 ماينس الفورس اللي في ديل السهم اللي هي 35 في 9.8 بتساوي الماس اللي هو 35 في الاكسلريشن اللي هو الايه. حلو، نعمل شيفت سولف برضو بطريقه جميله وحلوه والموضوع يبقى خلصان. تطلع الإجابة بكام يا ولدي؟ بنيجاتيف 1.4. نيجاتيف 1.4. خلي بالك بقى من حاجة، إن هو الراجل بيقول لي إن هو ماشي بكونستانت ديسيلريشن A. هو قال إن ال A دي ديسيلريشن. طيب هو ال A المفروض اسمعني بس كده تطلع بنيجاتيف 1.4 صح؟ تطلع بنيجاتيف 1.4 طبعا، ولكن الراجل قال إن هو ماشي بديسيلريشن عبارة عن مين؟ كلمة ديسيلريشن تحتوي في طياتها على النيجاتيف. فالراجل بيقول لك احنا ماشيين بنيجاتيف A. احنا ماشيين بنيجاتيف A، يبقى الايه بكام؟ ب 1.4. مستر مش فاهم. تاني، الراجل بيقول لي بقل بA، فما تقولوش انت بتقل بنيجاتيف 1.4، قول له انت بتقل ب 1.4. ما هي خلاص، ما هو كلمه بتقل دي تحتوي على النيجاتيف، فلو بيقول لي بقل بكام؟ بقل ب 1.4 بس. خلاص، فالاجابه هتبقى لتر ايه مش سي. مش سي. ماشي. السؤال اللي بعده يلا بينا. يقول لك two masses، ايوه 5m و 2m are tied to the end of the light string passing over a smooth pulley. عندنا smooth pulley كده، من هنا في 5m ومن هنا في 2m وواحدة فيهم لسه هنقرا. المهم الجروب is held in equilibrium، متساب equilibrium where the two parts of the string are vertical. ماشي كمل. if the group is started moved from rest. ماشي. when the vertical distance between the two masses 80 سنتيمتر، يعني في واحدة مسابقة التانية ب 80 سنتيمتر. ماشي اوكي، يعني ارسم واحدة كده اهي اهي يا عم. واحدة مسابقة التانية المسافة بينهم كام؟ 80 سنتيمتر. حلو، مين بقى اللي مسابق؟ معرفش. يقول لك ان ذا 2m هي اللي تحت. ال 2m هي اللي تحت مين؟ ال 5m. اوكي، اللي هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجة. يلا، لو اتساب السيستم ده ايه اللي هيحصل؟ والله الجسم ده هينزل والجسم ده هيطلع. حصل اكيد، يعني كده كده حصل. كمل معايا. The magnitude of the velocity of the group when the two masses are in the same horizontal plane. عايز بقى الفيلوسيتي النهائية لما الاتنين يبقوا على نفس المستوى. طب ما هو الاتنين لما يبقوا على نفس المستوى الفيرتيكال ديستانس ب 80، يبقى المسافة اللي هيقطعها كل منهما بكام؟ ب 40. الأول هيقطع 40 والتاني هيقطع 40 عشان يغطوا ال 80. ماشي، فأنا عايز السرعة النهائية لما كل واحد منهم يقطع 40 والفي نوت طبعا بكام؟ بزيرو. بس كده. طيب أسألك سؤال، أنا هنا معايا تايم؟ لأ، يبقى استخدم القانون رقم 2 v سكويرد equals v نوت سكويرد بلس 2 as. الفي فاينل بدور الفي نوت بزيرو، ال2 معايا، الاي بدور الاس ب40. يا سلام لو جبت الايه ابقى خلصت المسألة. حلو، تعرف تجيب الايه؟ أكيد الايه بتساوي
الجسم اللي نازل ناقص الجسم اللي طالع على مجموعهما في ال 9.8. فاقدر اقول الاكسلريشن بتساوي، طبعا الامات هتطير، هتبقى 3 على 7 ايوه في ال 9.8. ولكن المستر هنا غلط غلطة بسيطة، يعني ما خدش باله، بس انت المفروض تاخد بالك يعني، تصلح مع المستر كده. والله الماس ده بالجرام، فلازم هنا اضرب في 980. يا سلام يا سلام يا سلام، 980. تمام تمام 980. وكمان الاس دي طالعه بالسنتيمتر يعني. اوكي، يبقى 980 3 في 7 في 980 تطلع بكام؟ 420 يا ولاد، تطلع 420. حط هنا ب 420، خد سكوير روت للكلام ده، هيطلع الاجابه 40 روت 21. فالاجابه هتبقى لتر بي، وخلي بالك من يونت سنتيمتر بير سكند. السؤال اللي بعده، يلا بينا يلا بينا هندسه. الراجل بيقول لي ايه؟ الراجل بيقول لي عندي فورس اسمها 4 وام. حاضر، ادي 4 وام act at a point A. حلو، بكام وكام؟ نيجاتيف 2 و 3. if the line of action of the force bisect اللاين سيجمنت between B و C. حلو، طالما bisect يبقى المومنت حوالين ال B بتساوي نيجاتيف المومنت حوالين ايه؟ ال C. حلو، فانا هروح اجيب المومنت حوالين ال B واجيب المومنت حوالين ال C واحط نيجاتيف عند واحده فيهم وايه اساويهم ببعض. هات لي المومنت حوالين ال B لو سمحت، تبقى B A كروس ال F. ال B A هي A ماينس B يبقى نيجاتيف 2 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 1. 3 ماينس 5 بنيجاتيف 2. كروس الاف اللي هي كام؟ 4 وام. ده كده المومنت حوالين البي. حلو، هات لي المومنت حوالين السي. صباح الخير، هتبقى سي اي كروس الاف اي ماينس سي يبقى نيجاتيف 2 ماينس 1 اللي هي نيجاتيف 3. 3 ماينس 2 الاجابه 1. كروس الاف اللي هي 4 وام. تعالى نحل الاولى لوحدها. البعيد في البعيد نيجاتيف 1 ام زائد او ناقص القريب في القريب يبقى زائد 8 على طول. ده كده الايه؟ اللي فوق. اللي تحت البعيد في البعيد نيجاتيف 3 ام ماينس القريب في القريب اللي هي نيجاتيف 4. ده بيساوي نيجاتيف ده، يبقى نيجاتيف ام بلس 8 بتساوي نيجاتيف 3 ام ماينس 4. هاي يبقى نيجاتيف ام بلس 8 بتساوي 3 ام زائد 4. دي تروح بالبوزيتيف يبقى ال 8 ودي تيجي بالنيجاتيف ماينس 4 بتساوي 3 ام زائد ام اللي هي 4 ام. 4 ام هي 4 يبقى الام بكام؟ الام بواحد. شكرا، الاجابه اللتر دي. سؤال لطيف مباشر. السؤال اللي بعده، يلا بينا. A rod of length 40 سنتيمتر of weight 4.8 act in its midpoint. It can easily rotate in a vertical plane about a fixed hinge. هنا في hinge ليه رياكشن طبعا. طيب مهم if a couple of a norm of 48 act on the rod in the direction perpendicular to the vertical plane in which the rod can rotate. The measure of the angle between inclination عبارة عن سيتا. عايزها بكام؟ يعني الاتنين احنا بنلف كده ب 48. ده قابل، اللي بيشيل شغل قابل زيه عشان يبقى ايكوليبريم. دي كام؟ 4.8. يبقى لازم الرياكشن بتاع الهنج اللي انا معرفش اتجاهه برضو يطلع بكام؟ 4.8. حلو جميل. هات لي النورم بتاع القابل او المومنت بتاع القابل اللي اسمه 4.8 وهساويه بال 48. حلو، تعرف تجيب لي البربنديكولار ديستنس ما بينهم ايه؟ تعال نسميها اكس. بيقول لك ان الرود ده طوله 40 يعني الحته دي 20 و20 عشان الميد بوينت. يلا اتفضل هات لي المومنت بتاع القابل. هيبقى 4.8 مضروبه في المسافه البربنديكولار دي اللي هي اكس اللي هي 20 ساين سيتا. 20 ساين ايه؟ سيتا. كل الكلام ده بيساوي 48. حلو، ودي دي الناحيه التانيه واشتغل بقى على طول. تك 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 تك. طبعا هتطلع الإجابة نص. يبقى ساين السيتا بتساوي كام؟ بتساوي هاف. حلو، واحدة واحدة واتكلمنا مع بعض. طبعا ممكن أجرب الإجابات أشوف ساين مين فيهم بتساوي هاف. هتطلع 30 وهتطلع 150. وخلي بالك لو جت مقالي لازم تاخد الاحتمالات كلها. تطلع 30 أو 150. الإجابة اللي ترقيه. السؤال اللي بعده، يلا بينا. A body is moving in a straight line if the relationship between the V and the R. ال R اللي هي البوزيشن فيكتور للإكس بالمنظر اللي قصادك ده. ماشي، عايز الالجبريك ميجر اوف ذا اكسلريشن متوقعة وبشدة. طيب الاكسلريشن هي في دي في على دي اكس او دي ار. حلو، الاكسلريشن تنزل الفي معايا 5 على 4 بلس ار. الدي في على الدي ار معايا لا، نجيبها دي في على دي ار. او تعالى نكتب الاول الفانكشن تاني. الفيلوسيتي بتساوي، استاذنك اكتب 5 في 1 على 4 زائد ار. ماشي، عاوز مين؟ عايز اعمل ديريفيتيف للطرفين. يبقى
الفيلوسيتي بتساوي 5 مضروبة في 4 بلس ار all to the power negative 1. يلا اعمل ديريفيتيف، يبقى دي في على دي ار، 5 تفضل زي ما هي، نزل الباور، نزل البراكت زي ما هو، نقص من الباور 1 في الديريفيتيف اللي جوه البراكت اللي هو 1، يبقى دي في على دي ار لو عايز تخليها شيك هتبقى نيجاتيف 5 على 4 بلس ار. حلو، يبقى دي في على دي ار هي نيجاتيف 5 على 4 بلس ار طبعا باور 2، 4 بلس ار باور 2، يبقى الاكسيشن بتساوي نيجاتيف 25 على 4 بلس ار all to the power ايه 3. كمل، عايز ايه بقى؟ بيقول لي حط الار بواحد، حاضر، يبقى نيجاتيف 25 على 5 باور 3 اللي هي 125، فالإجابة تبقى نيجاتيف 1 على التلاتة ولا نيجاتيف 1 على الخمسة يا ولاد؟ تطلع نيجاتيف 1 على الخمسة. الإجابة لتر سي. سؤال جميل وحلو. السؤال اللي بعده يلا بينا. يقول لك in the opposite figure if a force of magnitude 25 root 2 act at a point A، ماشي زي ما هي قصادك. الالجبريك measure of the moment of the force about point B، عايز المومنت حوالين البي، حاضر، هنزل perpendicular distance من البي على مين؟ على الفورس مستار ايه. هتنزل perpendicular distance ازاي؟ اهو هنزل perpendicular distance كده يا عم. مستر انت كده عقدتها، حصل كده اتعقدت، انا مش هعرف اجيب دي. تجيبها ازاي يا واد يا مستر فادي؟ تجيبها ازاي يا واد يا مستر فادي؟ تجيبها يمين شمال ما تجيش معاك. تقوم عامل ايه بقى؟ ركز بقى، ركز ركز ركز. البربنديكولار ديستانس ما جاتش معايا ولا حلل الفورس، فككها مره 25 روت 2 كوساين او ساين، وهنا 25 روت 2 ساين، صح ولا ايه؟ صح. يلا هتتفكك كده كوساين 45 وهتتفكك كده ساين ال 45، ولو انت حمار بدلت بينهم ما تفرقش في المساله دي، بس عشان خاطر ساين ال 45 هي كوساين ال 45. فلما يبقى في فورس مش عارف تجيب لي بيربنديكولار ديستانس ساعتها في الامتحان ومعاك انجل فورها حللها، ماشي. يلا يا باشا هات لي المومنت حوالين نقطه بي، اتفضل. دي هتلف بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هتلف بوزيتيف، يبقى 25 روت 2 في ساين ال 45 مضروبه في البيربنديكولار ديستانس اللي على طول بكام؟ بخمسة. شكرا. طيب دي هتلف بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف برضه، تبقى 25 روت 2 مضروبه في كوساين ال 45 اللي هي 1 على روت 2 على طول، والتانية برضه 1 على روت 2 بس يعني بختصر في البيربنديكولار ديستانس. البيربنديكولار ديستانس بتاعتهم اهي، هي دي البيربنديكولار ديستانس اللي هي 10 في ال10. يلا يا باشا اشتغل يا هندسة، تطلع الإجابة 3 7 5، الإجابة لتر بي. السؤال اللي بعده يلا بينا. السؤال ده من الأسئلة الجميلة اللي فيه فكرة حلوة وهحلهولك بطريقة مختصرة جدا، ركز معايا فيها لو سمحت. بيقول لك two like parallel forces، يعني two forces in the same direction، ده معنى كلمة like أهو يا عم. الاتنين في السيم دايركشن، أيوه. واحدة إيه؟ واحدة اسمها 3 F، ماشي، واحدة اسمها إيه؟ 5 F. أوكي. act at a point A و B respectively، يبقى دي A ودي B. حلو الكلام. يقول لك if the force 5F moves parallel to itself in the direction of AB، مشيت كده مسافة، يعني اتحركت كده مسافة. اوكي ماشي يا عم، ثانية ثانية ثانية، اتحركت كده ايه مسافة، ادي ال 5F. كمل مع المستر بعد اذنك. ايوه، والراجل بيقول لي مشيت مسافة 16 سنتيمتر. حلو جميل. The resultant of the two forces moves in the same direction a distance كام؟ بص بقى يا باشا، الريزلتنت تتحرك مسافة اسمها x. خد القانون المختصر ده يا معلم. مين الفورس اللي اتحركت؟ 5، يبقى نكتب هنا الاف اللي اتحركت moving. الفورسز كام وكام؟ 3F و5F، اجمعهم لو سمحت، اجمعهم 3F زائد 5F، واضرب في المسافة اللي اتحركتها الفورس. اتحركت كام؟ 16. دي هتبقى المسافة اللي اتحركتها الريزلتنت، ماشي؟ اوكي، يبقى الاكس بتساوي الاف موفينج. الاف موفينج بكام؟ اتحركنا كام يا جماعة؟ والله الاف، مين الفورس اللي اتحركت؟ 5F. طب مجموعهما بكام؟ 8F مضروبة في كام؟ في ال 16. حلو، سؤال جميل وحلو. طبعا الاف هتطير مع الاف، 5 في 8 على 16، الإجابة هتبقى 10، الريزلتنت تتحرك 10 سنتيمتر. وده القانون اللي يحل المسألة دي، ولكن القانون العام بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن المسافة اللي بيقطعها ريزلتنت بتساوي
الاف موفينج زي ما اتفقنا على الريزلتنت. طب هما لما اوبوزيت دايركشن الريزلتنت اجيبه عن طريق الماينس، الكبير ماينس الصغير، صح ولا ايه؟ طب لو هما ان ذا سيم دايركشن عن طريق البلس، مضروبه في المسافه اللي اتحركتها الاف موفينج. ماشي، يبقى الفورس اللي اتحركت في المسافه اللي اتحركتها على الريزلتنت سواء بالبلس او بالماينس بيديني ايه؟ الاكس. السؤال ده غايه في الاهميه، خلي بالك منه. السؤال اللي بعده، يلا بينا هندسه، يلا بينا يا مستر. الراجل بيقول لي هنا in the opposite figure if AD is a light rod ما فيهوش وزن، اللينس ب6، تمام اوكي. هو in equilibrium، عايز الاف بكام؟ طيب عندي تو كابلز، واللي بيشيل شغل كابل زيه هات لي الكابل بتاع الاف. البربنديكولار ديستانس بتاعتهم 4 بتساوي ال20 وال20. هات لي بربنديكولار ديستانس يا عمنا. لو طولنا دي شويه صح هنحصل على هنا بربنديكولار ديستانس اهي، فهتبقى 5 ساين ال30، يبقى 20 في 5 ساين ال30. رص يابا على الآلة، فالفورس هتطلع ب12.5، 25 على الاتنين. الإجابة هتبقى لتر إيه. سؤال عبيط ومتكرر. السؤال اللي بعده بيقول لك عندك in the opposite figure عندك force displacement graph، يعني تقدر تجيب منه الورك والتشينج في الكاينيتيك انرجي والنيجاتيف التشينج في البوتنشال انرجي. ما علينا، كمل. يقول لك لو سمحت بعد اذنك، ايوه عايز الورك من الاس 0 للاس 4. خلي بالك ممكن يديك رسمه وما يطلبش من الرسمه كلها من 0 ل6، وعايز هنا من كام لكام؟ من 0 ل4. يعني عايز الاريا اندر ذا كيرف من 0 ل4، وهنا هيلعبها معاك في الامتحان، يديك رسمه. ممكن ما يطلبش من الحدود الكامله للرسم، يطلب حته معينه، تروح تجيب الحته المعينه تبقاش اهوج. يبقى هجيب الاريا اندر ذا كيرف من 0 ل4، 4 في 5، الاجابه 20. شكرا. السؤال اللي بعده يلا بينا. يقول لك a uniform ladder، عندنا uniform ladder ايوه rests with its upper end on a smooth vertical wall. ثانية واحدة ارسم الفيرتيكال وول، واكيد هنرسم horizontal ground. خلاص حفظنا. وادي يا عم اللادر بتاعنا 100 فل و10. عايز ايه يا عمنا؟ smooth vertical wall دايما بحب اسميها R2. اللور end rough horizontal plane، حلو، يعني دي R1، واكيد السلم هيعوز يخرج لبره، فهيبقى فيه جوه ميو اس R1. حلو. اللادر ميكس ان انجل اوف تانجنت 3 على 2، يعني لو الانجل اسمها سيتا استاذنك ارسمها، فتاني السيتا اللي هي اوبوزيت على ادجيسنت، ودي هتبقى روت 4 و9 كام؟ روت 13 صح كده اللي بقوله؟ ماشي. ساين السيتا معايا وكوساين السيتا معايا، ماشي دي السيتا. كمل. with the plane coefficient of friction between the ladder بكم؟ عايز اعرف الكوفيشنت اوف فريكشن. حاضر اوكي. الراجل ده بيقول ان هو يونيفورم. يونيفورم. طيب اللي انا عارفه حافظه ومش هكدب عليك، يعني ان تان السيتا في تان اللامدا بتساوي نص في حالة اليونيفورم. تان السيتا بكام على كام يا رجالة؟ 3 على الاتنين صح؟ بتساوي او ملتبلاي تان اللامدا بتساوي نص. 2 من تحت هطير مع الاتنين دي، يبقى تان اللامدا بتساوي 1 على 3. شكرا. الإجابة دي الطريقة السريعة في حالة الايه يونيفورم لادر بس. طيب في حالة يعني أنا عايز أحلها بالطريقة المانيوال، خلي بالك من القانون ده. في حالة إن أنا عايز أحلها بالطريقة المانيوال بقى يا صاحبي، نعمل إيه؟ مفيش أهو، هنزل يا عم الدبليو، ماشي، وده نفرده ب2L، فهيبقى دي L ودي L عشان يونيفورم. هتبقى اليمين قد الشمال، يعني الR2 بتساوي ميو اس R1، والR1 هي الدبليو، ماشي. ميو اس R1 والR1 هي الدبليو بس. وتجيب المومنت حوالين النقطة دي، فالمومنت حوالين نقطة ايه هتساوي W مضروبة في L مضروبة في كوساين السيتا بالبوزيتيف، بعد كده نيجاتيف R2، والR2 اللي هي مين؟ ميو اس. ثانية يا عم، ميو اس W مضروبة في ايه؟ في 2L في ساين السيتا. حلو، يساوي الإجابة بزيرو. هتشطب الإلات، هتشطب الدبليوهات. كوساين السيتا هي 2 على روت 13 ماينس الميو اس معرفهاش مضروبة في 2 في ساين السيتا اللي هي 3 على روت 13 equal 0. طاير الروت 13 في المسألة كلها وطاير ال2 في المسألة كلها، يبقى عندي 1 ناقص 3 ميو اس بتساوي 0، ومنها الميو اس بتساوي الثيرد. القانون ده اللي هو تاني السيتا
في تان اللامدا بتساوي نص في حالة اليونيفورم لادر. قانون حلو جميل ينجزك. سؤال 16 يقول لي، يقول لك if the body، السؤال ده مش بيتركز عليه يا جماعة فركزوا عليه، هو أكيد متركز عليه في مراجعاتنا بس انتوا كطلبة مش بتركزوا عليه أوي يعني. if a body of mass 300 grams is placed at the top of an inclined plane 1 meter height. حاضر هرسم inclined plane ارتفاعه متر أهو، ده كده ارتفاع متر ماشي، والبادي أهو 300 جرام اتحط is placed عند نقطة، تعال نسميها نقطة A. كمل معايا ماشي. at the top of the inclined plane الwork done against resistance of its motion ب 1.59 جول، يعني الwork against resistance 1.59 جول. خلي بالك ان دي جول ودي جرام ما ينفعش. This is the magnitude of the speed when it reaches the particle أو reaches the base of the ماشي، دي نسميها B. القاعدة بتقول لك هو نازل من ايه؟ من فوق، يبقى نبتدي من فوق، يبقى البوتنشال فوق زائد الكاينيتيك فوق، حلو، بتساوي البوتنشال تحت زائد الكاينيتيك تحت زائد الورك اجينست ريزيستنس. ماشي اوكي تمام قشطه. هاي البوتنشال فوق ام جي اتش، الام 300 جرام اساسا كان نسيمها على 1000، الجي 9.8 الارتفاع بواحد متر كويس. is placed يعني kinetic energy فوق بزيرو، potential energy تحت بزيرو، kinetic energy تحت عبارة عن هاف ام اهي في سكويرد الفيلوسيتي انا عاوزها سكويرد زائد الورك اجينست ريزيستنس اللي هي 1.59. بس كده شيفت سولف، فالفيلوسيتي هتطلع 3 متر في الثانية. الإجابة لتر بي. السؤال اللي بعده يلا بينا. السؤال اللي بعده بيقول لي a body of mass 1 كيلوجرام moves under the action of the force 2 و 5. فالفورس بتاعتي قبل ما اقرا السؤال 2 و5. كمل. الديسبيسمنت فانكشن في التايم زي ما انت شايف الديسبيسمنت اهي عبارة عن 4 تي سكويرد في اتجاه الاي و 3 تي في اتجاه الاكس في اتجاه الجي. where F is measured in Newton has in the power of the force. اوبا الباور بيساوي F دوت في يا باشمهندس محترم. باور بيساوي F دوت في، وخلي بالك عشان خاطري من قوانين الباور لانك بتهملها. طبعا اروح اجيب الفي الاول عن طريق ان اعمل ديريفيتيف بالنسبه للتايم هتبقى 8 تي و3. يلا الباور بيساوي F دوت في يبقى 2 و5 دوت 8 تي و3. الاول في الاول مش البعيد في البعيد، الاول في الاول هتبقى 16 تي زائد التاني في التاني اللي هي 15. اد تي ايكوالز 2، حط التي ب2 يبقى دي هتبقى 32 زائد 15 اللي هي 47 ان شاء الله. الاجابه اللي ترقيه. السؤال اللي بعده يلا بينا. نديك هنا الفورس تايم كيرف ماشي جميل. الفورس والتايم هنا بيمثلوا علاقه الامبلس صح؟ الامبلس بتشنج في الايه؟ في المومنت. كمل. بيقول لك لو سمحت عايز الامبلس during the first second. فين الفيرست سكند يا جماعه؟ فين الفيرست سكند؟ يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. عايز الامبلس during الفيرست سكند. طب مستر نعملها ازاي؟ الفيرست سكند اهي لما اطلع اخبط هنا هيبقى الاف بكام؟ والله معرفش لما يبقى الثانية واحد اف بكام؟ مستر ما هي سهلة جدا، ما هي دي 2 يبقى 5 يبقى الواحد 2.5. مش شرط انا معرفش، مش شرط، ولكن ممكن اجيبها بطريقتين. والله انا ممكن اجيب معادلة الخط المستقيم ده واعوض فيها الاكس بواحد واشوف لما الاكس بواحد الواي هتطلع بكام واجيب. تعال نجيب معادلة الخط المستقيم دي كام وكام؟ 2 5 ودي كام وكام؟ 0 0. ماشي هاتلي السلوب هيبقى 5 على 2. ماشي يلا نستخدم النقطة دي y minus y النقطة equals السلوب في x minus x النقطة والنقطة 0 0. حلو، يعني 2y بتساوي 5x أو الواي بتساوي 5 على 2x زي ما أنا كاتبها فوق. لما الإكس تبقى بواحد الواي هتبقى بكام؟ ب2.5، يبقى الواي بتساوي 2.5. دي طريقة. في طريقة تانية جيومتري. إيه؟ قاعدة بتقول لي لو عندي ميد بوينت وفي باراليل لو عندي ميد بوينت وفي باراليل هيبقى ده نص ده 5 يبقى ده 2.5. دي طريقة تانية بس معادلة الخط المستقيم طريقة أوقع تيجي في دماغك في الامتحان. أوكي يلا بينا. عايز الإيه؟ عاوز بقى الإمبلس during الفيرست سكند اللي هي هنا. الإمبلس هتساوي area under the curve هتبقى هاف البيز اللي هي 1
في الهايت اللي هو 2.5، فالإجابة هتبقى 5/4. الإجابة لتر سي. سؤال لطيف جدا. السؤال اللي بعده، يلا بينا يلا بينا. سؤال مقالي يقول ايه؟ AB is a non-uniform root of length 120. حلوة دي الAB اهو. non-uniform root طوله كام؟ 120. كمل. If a weight of 1 Newton is fixed at end B and weight 16 is suspended from its end A. يبقى احنا هنا عند الA في 16 نيوتن، وعند الB في 1 نيوتن. مفيش اعتراض. حلو، كمل معانا. Then the rod will be in equilibrium at a point 30 سنتيمتر from A. يعني لما تيجي كده تبعد عن ال A 30 سنتيمتر، ها، عند النقطة دي تعال نسميها مثلا C، الرود هيكون إيه؟ هيكون equilibrium. طب لا، ثانية واحدة، واحدة واحدة بقى وبالراحة. هو الرود ده طوله كام؟ طوله 120. حلو، شلنا منه 30، اتبقى كام؟ اتبقى 90. يعني الحتة دي طولها كام؟ 90. حصل جدا. فين الوزن؟ الوزن اهو. الوزن اهو. الوزن بعده مسافة عن البي اسمها مثلا اكس، يبقى هيبعد مسافة عن السي اسمها 90 ماينس اكس. صح ولا ايه؟ ما دي كلها 90. حلو، هقف هنا. انا هقف هنا. هل في سبورت؟ لا. هل في اي حاجة؟ لا. هشتغل على الايكويشن دي. يلا بينا. انا عرفت ان هو ايكوليبريم عند السي. هو ايكوليبريم يعني اللي فوق قد اللي تحت واليمين او على طول ايكوليبريم. حلو، يبقى ايه؟ وعند السي في ايكوليبريم. حلو، يبقى المومنت عند السي بكام؟ بزيرو. تعال نجيب المومنت حوالين السي لو سمحت كده بعد اذنك. يلا، المومنت حوالين السي بتساوي ايه؟ بتساوي 16 في 30 بالبوزيتيف. حلو، ودبليو بالنيجاتيف تتضرب في 90 ناقص اكس. جميله. وواحد هتتضرب في كل ده اللي هو كام؟ 90. يبقى ناقص 1 في 90 اللي هي 90 تساوي الإجابة بكام؟ بزيرو. خلي المعادلة بتاعتك شيك شويتين 3 لو سمحت بعد إذنك. يلا بينا. 16 في 30 دي 390 ولا كام يا جدعان؟ 390. يلا دخل دي كده، هتبقى نيجاتيف 90 دبليو زائد دبليو اكس ناقص 90 ايكوالز كام؟ زيرو. حلو، كلام جميل وشيك. لا يا جماعة، ثانية واحدة، في غلطة كده صغيرة في الحسابات، بس حقك عليا نحسبها تاني. 16 في 30 اهي، 16 في 30 ناقص 90، دي 390 على طول. شيل دي كده، دي ناقص 90 ب 390. ودي المعادلة الأولى اللي أنا رسمتها في السؤال المقالي الأولاني. سؤال مختلف وحلو. ثانية واحدة، سيب دي على جنب. كمل بقى قراية السؤال. يقول لك if the weight at A decreases and becomes 8 نيوتن. لو الوزن اللي عند الايه، خلاص الحالة الأولى خلصت، لو الوزن اللي عند الايه أصبح 8. جميل، كمل. then the rod will be in equilibrium at a point 40 سنتيمتر from A. ثانية بقى، عيد لي الأطوال دي تاني من الأول. عيد الأطوال أهو. ثانية. هيبقى equilibrium عند نقطة تبعد 40 سنتيمتر. تعال نسميها دي. حلو، الرود طوله كام؟ 120، شيل منه 40 يتبقى 80. الوزن ده يبعد عن هنا كام؟ اكس. يبقى هنا 80 ناقص مين؟ اكس. ده بديهي صح ولا ايه؟ يلا هات لي المومنت حوالين الدي وساويها بزيرو. مومنت حوالين الدي ونساويها بزيرو. يلا بينا. هتبقى 8 في 40. حلو، بالبوزيتيف. وهنا دبليو بالنيجاتيف مضروبة في 80 ناقص اكس. جميلة، حلوة، كمل. والواحد هتضرب في 80 تبقى نيجاتيف 80 على طول ايكوال زيرو. استاذنك احسبها انا بآلتي الحلوة. هتبقى 8 في 40 ناقص 80، الإجابة 240. يبقى دول كده مع بعض 240. يبقى 240 ناقص 80 دبليو زائد دبليو اكس ايكوالز كام؟ زيرو. حلو. ممكن اشتغل سبستيتيوشن، ممكن اشتغل بالكالكليتر يا ولدي. ممكن اشتغل سبستيتيوشن، ممكن اشتغل بالكالكليتر. تعال نشتغل بالكالكليتر وربنا يستر. تعال نشتغل بالكالكليتر. هنا تبقى ايه؟ نيجاتيف 90 دبليو زائد دبليو اكس ايكوالز نيجاتيف 390. دي المعادلة الأولى. المعادلة التانية نيجاتيف 80 دبليو زائد دبليو اكس بتساوي نيجاتيف 240. دخل دول على الآلة مود
equation 2. سؤال حلو قوي، جامد قوي، سؤال جامد قوي، ممتع قوي ولطيف قوي. مود equation 2 تقريبا، مود equation 1، انا اسف، مود equation 1. 2 equations 2 unknowns. اشتغل. هتبقى نيجاتيف 90، ايوه 1، ايوه نيجاتيف 390، انزل نيجاتيف 80، ايوه 1، ايوه نيجاتيف 240. هايل. الفاريبل الاولاني اللي هو الدبليو طلع ب 15، حلو. الفاريبل التاني اللي هو الدبليو اكس، الدبليو اكس طلعت بكام؟ ب 960. هو عاوز مين؟ يقول لك find the weight of the rod. حلو، find the weight of the rod جبتها. and the distance from the point of action of its weight and E. طيب يلا بينا. هنا لو الدبليو ب 15 هتروح الناحية التانية بالديفايدد، يبقى 960 على 15 اهو. تطلع الاكس ب 64. ثانية واحدة، الاكس بكام؟ 64. ثانية واحدة بقى عشان ما ترزعش أي حاجة. الاكس ب 64. حط لي الاكس على رسمة ب 64 يا ولد. حط لي الاكس على رسمة ب 64. دي 64 وهنا هتبقى 80 ماينس 64 اللي هي كام يا رجالة؟ 80. الواحد نسي الحساب ولا ايه، ولا ضعيف في الماس. تطلع ب 16 والحتة دي تطلع بكام؟ ب 40. عايز ايه بقى مني عشان انا مش فاهمك؟ الديستانس from the point of action of its weight من هنا، ايوه، للبوينت اللي اسمها A. ماشي، كل دي بكام؟ هقول له الديستانس بتساوي 56. سؤال كلب، سؤال كلب، جزمة. يا رب ما يجيش، يا رب يا رب السؤال ما يجيش، ولكنه سؤال شفناه قبل كده، مش أول مرة نشوفه إن شاء الله. يا عم ما يجيش لو مرخم عليك. هات لي السؤال اللي بعده. يلا بينا. يلا بينا. سؤال أخير في المقالي في الامتحان الاستشهادي السادس. بيقول لي a body with a mass of 500 gram is placed 20 meter above the ground. If the body falls vertically، نزل vertically، find its kinetic energy when it's 5 meter above the ground. حاضر. الراجل اهو عند نقطة ايه؟ يبعد عن الأرض 20 متر. حلو. البادي ده نزل vertically عند نقطة اسمها بي. ماشي. نقطة بي دي بعدت when it's 5 meters above the ground. بعدت عن الأرض كام؟ 5. يعني المسافة دي كام؟ 15. عاوز يبقى مني؟ عايز الكاينيتيك انرجي عند البي. حاضر. أنا عندي قاعدة بتقول إيه؟ إن البوتنشال انرجي عند نقطة زائد الكاينيتيك انرجي عند نفس النقطة بتساوي البوتنشال انرجي عند نقطة زائد الكاينيتيك انرجي عند نفس النقطة. حلو. البوتنشال انرجي عند الاي معروفة، هتبقى الماس اللي هو 500 جرام على 1000 مضروبة في ال 9.8 في الارتفاع عن الأرض اللي هو 20 زائد الكاينيتيك انرجي بصفر لأن البادي ده وضع، بتساوي البوتنشال انرجي عند البي واضحة 500 على 1000 في ال 9.8 في الارتفاع الجديد اللي اسمه 5. حصل؟ جميل. زائد الكاينيتيك انرجي اللي انا محتاجها يا هندسه. شيفت سولف الكاينيتيك انرجي بتاعتك هتطلع تك 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 73.5 جول. وبكده ابقى خلصت معاك الامتحان الاسترشادي السادس. يلا بينا نخش على الامتحان الاسترشادي السابع. وهانت قربنا نخلص يا بطل والسنه الرخمه بتخلص. يلا الامتحان الاسترشادي السابع ان شاء الله. الاسترشادي السابع في الابلايد ماث بيقول لي ايه؟ بيقول لك in the opposite figure الالجبريك measure of the moment of the force 25 نيوتن about ايه بكام؟ حاضر. في فورس عندي هنا ب 25، عايز اجيب المومنت حوالين الايه. الفورس دي هيبقى احسن لي واكرم لي ان انا احللها، افككها يعني. طيب فين السيتا اللي هنشتغل عليها؟ والله يا عم ادي السيتا يا عم، دي السيتا بتاعتنا. حلو الكلام. وطالما هي دي السيتا بالالترنيت يبقى هي دي كمان الايه؟ السيتا. طيب تتفكك ازاي؟ والله تتفكك كده وتتفكك كده. كده تتفكك 25 كوساين السيتا، وكوساين السيتا هنا طبعا 3 على 5، صح ولا ايه؟ ايوه. وهنا تتفكك 25 ساين السيتا يعني في 4 على 5. حلو. وهجيب مومنت كلا من طرفي او كلا من تحليل الفورسز بالنسبه لايه. طيب يلا بينا. هنا دي البربنديكولار ديستانس بينها وبين ايه؟ فين؟ كل دي 6 و6 يبقى 25 مضروبة في 3 على 5 تتضرب في 12 اللي هي 6 و6.
طبعا بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ بالنيجاتيف. حلو. دي بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ بالبوزيتيف. يبقى بوزيتيف 25 مضروبة في 4 على 5 في البربنديكولار ديستانس عن الايه اللي هي دي اللي هي كام؟ 10. بص يابا على الآلة تطلع 0.2. شكرا. الإجابة اللي ترضي. السؤال اللي بعده يلا بينا. السؤال اللي بعده بيقول in the opposite figure if the two forces of magnitude 10 و 10 are parallel to BD parallel لBD. جميل خالص. the system is in equilibrium. السي دي بكام؟ الراجل ده مديني قال لي ده ريكتانجل ولا تراينجل ولا قصته ايه؟ معرفش بس هو مديني دي بكام؟ ب8. حاضر يا عمان، حاضر يا عمان. والراجل بيقول لي هنا ان السيستم ده ايكوليبريم. عندي كام قابل؟ 2. طيب يبقى القابل اليمين او القابل اللي بيقوم بيه ال 12، المومنت اللي بيقوم بيه القابل ال 12 هو المومنت اللي بيقوم بيه القابل اللي اسمه 10. واحده واحده وعلى الهادي، وخليك بقى رايق خالص والدنيا تبقى كويسه ان شاء الله. طيب ال 12 وال 12 دايركت كده يبقى 12 مضروبه في كام؟ في 8. انا عارف انها بالنيجاتيف بس هي هتساوي التاني ال 10 وال 10 10 مضروبه في البربنديكولار ديستانس. طيب ده هنعتبره ريكتانجل لاني ما اقدرش اعتبره سكوير، لان لو اعتبره سكوير الموضوع خلص. هعتبره ريكتانجل. فدي المسافه الاولى البربنديكولار الاولانيه، ومعانا كمان واحده بيربنديكولار. فالمسافه البيربنديكولار بين التو فورسز دي ودي، وبيكونوا قد بعض، بيكونوا قد بعض بالظبط. طيب واحده واحده بقى بالراحه. تعالى نجيب ال دي بكام بقى. ماشي. بص يا باشا، ده ب8 وده هنسميه اكس وده هنسميه سكوير روت. ايوه 8 سكوير بلس اكس سكوير. معقده قوي. طب يلا بينا. المسافه ال دي هتبقى عباره عن مين؟ هتبقى عباره عن اكس صح في 8 على سكوير روت ايوه 8 سكوير بلس اكس سكوير. طيب المسافه البربنديكولار هي ال بس ولا 2ال؟ 2ال يعني الكلام ده يتضرب في كام؟ في 2. يبقى يتضرب في 2. 2 في 8 اللي هي 16 اكس على سكوير روت 8 سكوير بلس اكس سكوير. شيفت سولف يا كابتن. هنروح نجيب الاكس. الاكس اللي هي مين؟ السي دي. تطلع ب6 ان شاء الله. فالاجابه اللي تربيه سؤال حلو قوي. السؤال اللي بعده يلا بينا. The line of action of the force passes through the 2 points كذا وكذا. يعني اللاين اوف اكشن بتاع الفورس اللي اسمها F بيعدي بنقطتي ال A وال B. يبقى اقدر اقول ان السلوب بتاع الفورس هو السلوب بتاع الاي بي فيكتور. هات لي الاي بي فيكتور. حاضر عينيا الاثنين. الاي بي فيكتور هي بي ماينس ايه. بي ماينس ايه اللي هي كام ماينس كام يا جماعه؟ هتبقى نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4. حلو. والفورس بكام وكام؟ كي ونيجاتيف 8. يلا يا باشا، يلا يا باشا. الواي على الاكس بتساوي الواي على الاكس، يبقى 4 على 3 بتساوي نيجاتيف 8 على الكي، ومنها الكي هتساوي نيجاتيف كام بقى؟ شيفت سولف تطلع الإجابة نيجاتيف 6 إن شاء الله. الإجابة اللي تربيه السؤال اللي بعده. الراجل بيقول لي هنا a particle moves in a straight line from a fixed point. الالجبريك ميجر بتاع الفيلوسيتي فانكشن في الار. ماشي يا عم اوكي. اكيد عايز اكسلريشن. عاوز الاكسلريشن at v equals 11. طيب الاكسلريشن بتساوي ايه؟ v دي v على دي r. عشان تنزل ال v معايا r كيوب ماينس 16 دي v على دي r. اروح اجيبها دي v على دي r بتساوي 3 r كيوب ادي 3 سوري r سكوير. ماشي. حط ال v ب 11. طيب لما تحط ال v ب 11 بتساوي r كيوب ماينس 16 دي تروح الناحية التانية. يبقى ال r كيوب بتساوي 27 ومنها ال r هتساوي 3. يبقى لما كانت ال v ب 11 ال r بكام؟ ب3. يبقى ليه بتساوي؟ حط ال r ب3 3 كيوب ماينس 16 3 3 سكويرد. رص على آلتي الحلوة تشتغل بكام يا ولدي؟ تطلع الإجابة 2 9 7. الإجابة لتر دي. السؤال اللي بعده يلا بينا. A body of mass 1000 جرام اللي هي يعني تطلع 1 كيلو moves with velocity of magnitude كذا. دي الفيلوسيتي اللي ماشي بيها function في التايم where t time in seconds. if the mass of the body increases of rate بيتغير يبقى الماس بيتغير. حلو. ب 0.6 كيلو جرام بير سكند. كيلو جرام وجرام خلي بالك. then the magnitude of the force. طيب ثانية واحدة. الفورس عبارة عن مين؟ والله بجيب الام اضربها في الفيلوسيتي زين اعمل ديريفيتيف فنجيب الفورس. طيب الفيلوسيتي معايا 2t بلس 5. الماس معايا والله لا
الماس فانكشن في التايم، الماس بيساوي الماس البدائي 1 كيلو زائد زيادة 0.6 في التايم، ده الماس 1 زائد 0.6 في التايم. وأهمية إنك تكون بتعرف تشتغل على الفاريبل ماس. طيب يعني هي بالظبط زي فكرة V equals V نود بلس التغير في التي، نفس الفكرة، الماس النهائي بيساوي الماس البدائي زائد التغير في التايم. حلو، اعمل ديريفيتيف ديريفيتيف الأولاني 0.6 في التاني زي ما هو، بلس ديريفيتيف التاني 2 في الأول زي ما هو. حلو جميل، يلا بينا نشتغل. طبعا هتطلع إجابة زبالة، أنا كده عملت ديريفيتيف فكده ده بيساوي الفورس. طبعا تعالى بقى نظبط دي، شكلها وحش أوي يعني الأرقام زبالة نيلة. اضرب دي في دي، 0.6 في كام؟ في 2 تي، 0.6 في 2 تطلع 1.2 تي بلس تك 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 0.6 في 5. لا أنا كده هضطر أحسب بقى كتير. طب 0.6 في 5 أهي تنزل زي ما هي، زائد 2 في 1 ب2 زائد 2 في 0.6 تطلع ب 1.2 برضو تي. حلو، 1.2 تي 1.2 تي يبقى 2.4 تي. اجمع دي مع دي بقى عشان أنا مكسل، تطلع الإجابة 5 ولا كام يا ده انت القرف ده؟ تطلع دي ب3 ودي ب2 يبقى 5، صح ولا بقول أي كلام؟ معرفش بقى، سامحني أنت احسبها بقى يا عم أنت بقى بالآلة بقى. السؤال اللي بعده، يلا بينا. السؤال اللي بعده من الأسئلة الجميلة الحلوة المتميزة السهلة اللي جت قبل كده ومحروقة في الامتحانات. بيقول لك in the opposite figure two parallel forces of magnitude 4 وإف، 4 أهو وإف أهو طبعا in the same direction زي ما أنت شايف، والريزلتنت هو الآر، والآر اللي هي 4 زائد إف طبعا. ماشي. if the line of action of the resultant is AD، حلو، line of action اسمه إيه؟ AD بتاع الريزلتنت. جميل خالص. عايز أعرف الإف بكام. طيب حاضر، طالما دول باراليل فورسز يا جماعة، يعني دول باراليل فورس، فهتبقى 4 على السي دي صح بتساوي اف على الدي بي، باراليل فورسز عاديين خالص يعني. طيب يبقى اقول ان 4 على السي دي بتساوي اف على الدي بي. لو عرفت دي بكام ودي بكام اعرف اجيب الاف. حاضر، شغل جيومتري اقليديان وبايثاغورس وحاجات كده يعني، وحدي وحدي وبالراحه. ده كله بكام هندسه؟ ب10. حلو، تعرف تجيب لي ده بكام؟ اقليديان 6 في 8 على 10 يطلع 4.8 ولا بكام؟ يطلع 4.8 اهو يا عم 4.8. تعرف من بايثاغورس تجيب لي المسافة دي؟ سكوير روت 6 سكوير ماينس 4.8 سكوير تطلع 3.6. 10 ناقص 3.6 يبقى 6 بوينت كام؟ 4. شكرا. يبقى السي دي ب 6.4 يبقى 4 على 6.4 بتساوي اف على 3.6. شغل جيومتري تاني اعدادي، يبقى الاف بتساوي 2.25. شكرا. الإجابة لتربيه. السؤال اللي بعده يلا بينا. السؤال اللي بعده من الأسئلة المشهورة برضو المحروقة مليون في المية. بيقول لي إيه؟ بيقول لك A B C D E O is a regular hexagon ماشي of center M ال XY ب 12. حلو، XY كله ب 12. طب واحدة واحدة وبالراحة بقى. أنا متعود على إيه؟ ده طبعا هو ده. أنا متعود إن لو السايد اللي اسمه L يبقى ده هيبقى اسمه L روت 3 صح؟ طب ال L روت 3 ده مش هو ده؟ يبقى أقدر أقول إن ال L روت 3 هي ال 12. طب تعرف تجيب لي ال L؟ هتبقى 12 على روت 3. أحلها مانيوال، اضرب في روت 3 فوق اهي، اضرب في روت 3 تحت تبقى 4 روت 3. يبقى ال ب 4 روت 3 يا ولاد. ماشي، يبقى السايد لينس ب 4 روت 3. حلو ده كده 4 روت 3. كمل. if the shown forces are parallel then the line of action of the resultant is. طب دول كده forces parallel. line of action of these forces هيعدي فين؟ والله ما اعرفش، مش متابع. ولكن احنا بنشد هنا في اف، بنشد هنا بايه؟ ب 2 اف صح؟ حصل الكلام اكيد. طيب دي كام اف؟ 4 اف. طب ما ال 4 اف دي كانها دي في النص في النص. اصلها كان ايه؟ كان 2 اف كده و2 اف كده. ليه يا مستر وزعتها 2 اف و2 اف؟ والله ما دي يا جماعه بتعدي في النص، وطالما بتعدي في النص اهي، ما ده النص صح ولا ايه؟ يبقى اصلها كان 2 و2، اصل هيخليها ليه 3 و1؟ ما هي في النص. الو. طيب يلا بينا اشتغل يا باشا. 2 اف هتروح مع 2 اف، افايه من هنا هتروح مع افايه من هنا، هيتبقى افايه واحده في الاتجاه ده. الاتجاه ده اسمه ايه؟ او ايه.
يبقى ريزلتنت في اتجاه مين؟ الاو ايه. سؤال بسيط ولطيف حتى ما استخدمناش دي. السؤال اللي بعده يلا بينا. بيقول لك a particle moves in a straight line from rest ماشي and from fixed point such that the algebraic measure of the acceleration function في البوزيشن اللي هي الاكس، يبقى الايه بتساوي 1 على 1 بلس اكس او 1 بلس ار. ماشي. عايز ايه؟ عايز الفي سكويرد يا راجل. ما هو الايه عباره عن مين؟ في دي في على دي ار بتساوي 1 على 1 زائد ار. ودي دي ار الناحيه التانيه يبقى الفي ملتبلاي دي في بتساوي 1 زائد 1 على ار دي ار. انتجريشن طرفين، انتجريشن هنا هتبقى هاف في سكويرد. هاف في سكويرد حدود التكامل بتاعتي من كام لكام؟ من الفي نود للفي. طبعا الفي نود بزيرو فهتبقى فيه هتبقى هاف في سكويرد. كمل. دي اللي فوق اللي فوق ديريفيتيف تحت، اللي تحت في الإجابة لين ابسوليوت، اللي تحت هندسة. في مشكلة؟ مفيش مشكلة، كلام ساذج وعبيط وتافه. وبرده فروم فيكسد بوزيشن يعني السي بزيرو شكرا. طيب دي تروح الناحية التانية يبقى الفي سكويرد بتساوي 2 لن 1 زائد ار. وممكن كمان تطلع كباور على فكرة. ماشي. موجودة في الاختيارات؟ لأ مش موجودة في الاختيارات. ولا موجودة؟ طلع لي دي كباور كده. أيوه تطلع الإجابة إيه؟ أهي يا باشا لتر إيه موجودة يا باشا زي الفل. السؤال اللي بعده يلا بينا. A body of mass 80 كيلو جرام put inside a lift. عندنا ليفت أهو مصعد اتحط فيه ماس 80 كيلو جرام أهو زي ما أنت شايف. ماشي. يعني هنا في 80 مضروبة في 9.8. كمل لو سمحت، خطي وحش معلش زهقت. المهم الليفت moves vertical upward with acceleration. ماشي. ايه الاكسلريشن فانكشن في التايم؟ عباره عن 4t minus t squared. جميل. الماكسيمم فاليو اوف ذا بريشر اون ذا فلور اوف ذا ليفت بكام؟ واحده واحده وبالراحه، انا مش فاهم حاجه يا عم، انا غلبان مش فاهم حاجه. احنا عندنا هنا ده البريشر اللي هو ايه؟ الان. حاضر. بص بقى يا باشا، عشان خاطر اكتب اعرف الماكسيمم بريشر الاول اكتب القانون بتاعي. الفورس اللي مع السهم اللي هي ان ماينس الفورس اللي في ديل السهم اللي هي 80 في 9.8 ايكوالز الماس اللي معرفوش الماس بكام يا رجاله؟ لا عارفه ب 80 في الاكسلريشن اللي هي كام؟ اللي هي 4t minus t سكويرد. طيب بص بقى، عشان احصل على الماكسيمم بريشر لازم الاكسلريشن تبقى ماكسيمم. طيب عشان الاكسلريشن تبقى ماكسيمم اي حاجه عاوز اجيبها ماكسيمم هعمل لها ديريفيتيف واسويها بزيرو. فهاجي على جنب كده، هاجي على جنب كده هو عامل لدي ديريفيتيف، اعملها ديريفيتيف سويها بزيرو يبقى التي بكام؟ ب2. يبقى حط التي ب2 عشان تحصل على الاكسلريشن ماكسيمم، ولما تحصل على الاكسلريشن ماكسيمم تحصل على بريشر ماكسيمم. يبقى الان ماينس 80 في 9.8 بتساوي 80 مضروبة في 8 ناقص 4. صح كده ولا ايه؟ دي 4 ودي تبقى 8 اللي هتبقى نيجاتيف 2 يعني. ماشي. يبقى البريشر بتاعنا هيبقى عبارة عن 1104. جامدة أوي، جامدة أوي المسألة، جامدة أوي المسألة وحلوة وجميلة. السؤال اللي بعده يلا بينا. يقول لك a car of constant power، عندها constant power. والسؤال رقم يعني تاني مرة يجيبوا الباور. ماشي. a car of constant power of its engine of mass كذا، الماس ب 1200 كيلو started its motion from rest يعني الفي نوت بزيرو of its kinetic energy becomes كذا. الكاينيتيك انرجي أصبحت عبارة عن 75000 كيلو جرام ويت تتضرب في 9.8 عشان تتحول إلى جول متر. كيلو جرام ويت متر تتحول إلى إيه؟ أنا آسف نيوتن متر اللي هي جول. ماشي أوكي. بعد كام ثانية؟ بعد 8 ثواني from the beginning of its motion then الافريج باور. ثانية واحدة، هو إيه هو الافريج باور؟ والله الافريج باور بيساوي الورك على التايم. ده الافريج إيه؟ باور. ماشي. الافريج باور هو الورك على الايه؟ على التايم. طيب واحده واحده، هو التايم معايا بكام؟ ب8. طيب والورك معايا؟ لا الورك عباره عن تشينج في الكاينيتيك انرجي. طب ما التشينج في الكاينيتيك انرجي هيبقى بالزيرو، يبقى ده ناقص الزيرو بده. صح ولا ايه؟ صح. يا تستنى يا في 9.8 يبقى انا جبت الورك ومعايا التايم. هقسم هذا الكلام، عايز اجيب الافريج باور هقسم هذا الكلام. ايوه
دلعني على التايم اللي هو 8. طلع الإجابة 100 فل و10 100 1 2 5. لا مش 1 2 5. ثانية. هيطلع رقم عشان أحكي لك أنا الحكاية. هيطلع رقم. الرقم ده هيطلع بالإيه؟ والله الباور، يبقى الرقم هيطلع بجول بير سكند، صح ولا إيه؟ أكيد. أو هيطلع وات، صح ولا إيه؟ صح. طيب الراجل هنا عاوزها بالهورس، وهنا هسيبك من الأورز دي، أكيد عايزها بالهورس. لو معايا وات وعايز أحولها لهورس هعمل إيه؟ هقسم على 7.3.5. الرقم اللي هيطلع لي من المنظر الغريب اللي قصادك ده يطلع 9.1.8.7.5. اقسمه على 7.3.5 عشان تجيبه بالهورس باور. الإجابة هتطلع 125. الإجابة لتر سي. وتاني مرة يتكرر موضوع الباور في الامتحان، فخلي بالك من الافريج باور والتغير بتاع الباور. ولو عاوز أجيب الكلام ده كله مهم، والورك علاقته ايه بالباور، والباور القوانين بتاعته ايه، والماكسيمم باور بنعمل ايه، الحاجات دي انت مش بتركز عليها عشان في اواخر المنهج ودايما مش بتركز عليها، وجينا في المراجعات وانت برضه مش مركز عليها. السؤال اللي بعده يلا بينا. بيقول لي ايه؟ in the opposite figure a set of parallel forces if the resultant ايوه of this force act at the point M belong لل AB. ماشي اوكي. ال M belong لكام او belong لمين او موجوده فين؟ حاضر، هنعتبر نقطه M هنا عند ال AB مبدئيا. طب لفوق ولا لتحت؟ هنشوف الكبيره. فوق 17، تحت 14، يبقى اكيد فوق. تبعد مسافة عن الايه وليكن اكس. هشوف بقى الاكس دي بكام وعلى اي اساس هبتدي احركها. طيب والله مومنت الفورسز حوالين الايه هي مومنت ريزلتنت حوالين الايه. مومنت ريزلتنت حوالين الايه هتبقى عبارة عن مين؟ نيجاتيف ار في اكس. حلو. طب هل معاك الار يا مستر؟ اللي فوق ماينس اللي تحت تبقى 17 ناقص 14 اللي هي 3. جميل. كلام جميل وشيك. كمل. بتساوي مومنت الفورسز كلهم حوالين الايه. يلا 8 بالبوزيتيف هتتضرب في 10، 6 بالبوزيتيف هتتضرب في 20، والتمانية الأخيرة بالنيجاتيف هتتضرب في 30. شيفت سولف الإكس بتاعتك هتطلع ثانية تطلع ب 13.3. يعني المسافة دي 13.3 زقها هتفضل هنا. دي كده 13.3 ريزلتنت هنا يا جماعة. ماشي. 13.3 دي فين بقى؟ والله هي عند البي سي لاين سيجمنت. طب هل عند البي اي لاين سيجمنت؟ لا. هل عند السي دي ري؟ لا. هل عند السي دي لاين سيجمنت؟ لا. عارف يعني ايه سي دي ري؟ يعني هي بره هنا. ماشي. المهم طلعت بيلونج لمين؟ للبي سي. كلام جميل وحلو. السؤال اللي بعده يلا بينا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي a body of mass m كيلوجرام descends from rest from the top of an inclined plane. عندنا inclined plane كده اهو. ماشي. اعمل انجل هوريزونتال بتاع ماشي، مسألة مشهورة دي 30. عندي بادي نازل من التوب يا كابتن. ماشي. against a constant resistance of magnitude 1/4 of magnitude of the weight. يبقى resistance بيساوي 1/4 من الوزن اللي هو الام جي. حلو. if the kinetic energy of the body at the end of the plane بتساوي 98 جول. kinetic energy هنا ب 98 جول. then the potential energy of the body at the top بتساوي كام؟ حاضر. سمي دي ايه؟ سمي دي بي. والقاعدة بتقول البوتنشال انرجي فوق زائد الكاينيتيك انرجي فوق بتساوي البوتنشال انرجي تحت عشان نازلين من فوقها زائد الكاينيتيك انرجي تحت زائد الورك اجينست ريزيستنس. الورك اجينست ايه؟ ريزيستنس. اوكي ماشي. وبعدين يا واد يا مستر فادي نحل المعضله دي ازاي؟ والله البوتنشال انرجي فوق احنا عاوزينها. الكاينيتيك انرجي فوق بزيرو لان هو قال لك فروم ريست. ماشي. البوتنشال انرجي تحت بزيرو. كاينيتيك انرجي تحت عباره عن مين؟ عباره عن 98 زائد الورك اجينست ريزيستنس. لو جبت الورك اجينست ريزيستنس توتا خلصت الحدوته. ايه هي الورك اجينست ريزيستنس؟ الورك اجينست ريزيستنس هي ورك ريزيستنس بس بعكس الاشاره، هتبقى بالبوزيتيف يعني. طيب تعالى نرسم بس كده الجسم. هنا بيبقى في مين؟ ام جي ساين سيتا اللي هي ساين 30. وهنا في مين؟ 1/4 ام جي ده اللي هو ريزيستنس. حلو. كلمه الورك اجينست ريزيستنس يعني الريزيستنس ده مضروب في المسافة وتعكس الإشارة تخليها بالبوزيتيف فتجيب الورك اجينست ريزيستنس. طب ما تيجي نعتبر إن المسافة دي كلها مثلا معرفش نعتبرها إيه، معرفش، بس تعالى نفترض إن دي اتش
والقاعده بتقول لك السايد اللي قصاد انجل 30 في رايت انجل ترانجل نص الهايبوتنس في المسافه دي هتبقى 2 اتش يا بشوي. حلو. يبقى الورك اجينست ريزيستنس هي 1/4 ام جي مضروبه في كام اتش؟ 2 اتش. يبقى 1/4 ام جي مضروبه في 2 اتش. ده الورك اجينست ايه؟ ريزيستنس. انا عايز البوتنشال انرجي. نعمل ايه؟ ما اعرفش. تعال نبص. البوتنشال انرجي عباره عن مين؟ ام جي اتش بتساوي 98 بلس ربع في نص، ربع في 2 بكام؟ بنص ام جي اتش. حلو. نعمل ايه يا مستر؟ والله ما فيش، مش هنعمل حاجه. وادي دي الناحيه التانيه بالماينس، هتبقى ام جي اتش ناقص نص ام جي اتش هتديك نص ام جي اتش بتساوي 98. يبقى الام جي اتش اللي هو البوتنشال انرجي بتساوي 98 في 2. 98 في 2 يا ابني اللي هي كام؟ 98 في 2 اللي هي 196. طبعا هو حاطط لك هنا متر، مش عارف ليه، يعني ايه الهبل ده؟ 196 جول على طول اهي. يبقى الاجابه لتر بي. سؤال حلو وجميل قوي، جميل قوي. السؤال اللي بعده سؤال 13. يلا بينا. سؤال 13 بيقول لي ايه؟ بيقول لك ABCD is a trapezium in which ال AB وال AD CD قد بعض. ده isosceles ايه؟ ترابيزيوم، ومش أول مرة نتعرض له في الاسترشادي. ال BC بتنقب 20. If the force shown acts inside a sum of algebraic moment about B. عايز المومنت حوالين البي بكام؟ حاضر عينيا الاتنين، روح قلبي. حاضر. تعال نروح نجيب المومنت حوالين البي. وانا بجيب المومنت حوالين البي في 2 هيطيروا اوتوماتيك. باي باي مع السلامة. طيب عشان اجيب المومنت حوالين البي اروح اجيب ايه؟ perpendicular distance هنزلها من النقطة بتاعة البي على الفورس. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. طيب بص يا هندسة يا باشمهندس يا محترم. تك 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 تك. نعمل ايه يا واد يا مستر فادي؟ والله يعني البربنديكولار ديستانس ما بين ال20 والبي اهي، دي البربنديكولار ديستانس. صح. طيب بما انه ايسوسلس ترينجل عارفين طريقة التعامل معاه، اكيد عارفين طريقة التعامل معاه. تعالى نرسمها. يلا بينا. نمسح دي. ارسم يا باشا. يلا بينا. قسم دي كده، دلعني وقسم دي كده. حلو الكلام. دي كلها 20 قصادها كام فوق؟ 10، فتبقى 10 تبقى دي 5 ودي كام؟ ودي 5. حلو. يبقى كل واحدة فيهم ب5. طيب الارتفاع ده معايا؟ لا مش معايا. أنا مش معايا حاجة تاني خالص في المسألة نهائيا يعني، ولكن في حاجة استفزتني لقيتها. ايه؟ بص بقى التركاية دي الجامدة دي. مش ده رايت انجل تراينجل؟ ده بكام يا ولا؟ 5. وده بكام يا ولا؟ 10. يبقى الهايبوتنس نص مين؟ نص السايد اللي قصاد مين؟ انجل 30. فاقدر اقول ان الانجل دي بكام؟ ب30. الله. والانجل دي بكام؟ ب60. الله. والناحيه التانيه نفس الكلام، دي 60 ودي كام؟ 30. مساله جامده قوي، مساله جيومتري جامده قوي. جيومتري، بيسال في الجيومتري. حلو. يبقى البربنديكولار ديستانس ما بين البي والفورس دي اهي، تعرف تجيبها؟ هتبقى 10 ايوه ساين 60. يبقى اقدر اقول ان 20 بالنيجاتيف مضروبة في 10 ساين مين؟ ساين 60. جبنا المومنت بتاع الفورس الأولانية. تعال نجيب المومنت بتاع الفورس التانية. يلا بينا. هننزل perpendicular distance من B على الفورس دي أهي. هتبقى 20 ساين 60 صح ولا إيه؟ 20 ساين 60. حلو. يبقى الفورس اللي هي ب30 هتلف برضو بالنيجاتيف مضروبة في 20 ساين 60. رص يابا على الآلة تطلع نيجاتيف 400 روت 3. ايه الفكرة في المسألة؟ انا لو عندي رايت انجل تراينجل ولقيت دي ب5 ولقيت دي ب10 يبقى اكيد الانجل دي ب30، لان السايد اللي قصاد انجل 30 نص الايه؟ الهايبوتنس. سؤال حلو. السؤال اللي بعده. يلا بينا. السؤال اللي بعده متكرر تاني مرة يتكرر. AB is a uniform rod of weight 30 hanged from its end A. هنا في hinge in a vertical wall a couple whose norm كذا كذا كذا. في couple جه أثر عليه لوحه كده. ماشي. act on it في equilibrium when it inclined to the wall by an angle of measure 60. يبقى الانجل دي كام قلنا؟ 60. حلو. عايز ايه؟ عايز اللينس اوف ذا رود. عايز الرود بكام؟ حاضر. هنا ده كابل ووقفنا ايكوليبريم، فاللي بيقوم بشغل كابل زيه، فقلنا ان رياكشن الهنج هيبقى لفوق عشان الويت يبقى لتحت، يمثلوا ايه؟ كابل. حلو. المومنت بتاعهم عباره عن مين؟ والله نسمي دي ال
والرود هيبقى 2L. خلي بالك الرود كام L؟ 2L. هنسمي دي L. حلو. هيبقى 30 في الإكس اللي هي L ساين 60. L ساين 60. حلو. بتساوي 300 روت 3. شيفت سولف يا عمنا. ال هتساوي 20. ال بكام؟ ب 20. طول الرود بكام؟ 2L. يبقى 40. الإجابة اللي تربيه. السؤال اللي بعده يلا بينا. بيقول لي إيه؟ A و B are 2 points on horizontal straight line. ماشي كمل مع المستر لو سمحت. horizontal straight line. A particle started its motion from rest from point A towards point B. The algebraic measure of the velocity given by the relation كذا. Another body start from rest also from point B towards A. إذا أنا فهمت اللعبة. هنا عندي horizontal straight line A و B. جسم اتحرك من A رايح ناحية B. جسم اتحرك من B رايح ناحية A. حلو كلام جميل. ومعايا سرعة الأولاني. معايا كده ال V بتاع الأولاني بيساوي 10 t plus 3 t squared. another body start from rest also برضو اللي هي ال V نوت بزيرو. بس معايا هنا المرة دي الأكسلريشن بتساوي 0.6 t. كمل. ماشي. If the two bodies after 5 seconds from the beginning of motion if the two bodies meet اتقابلوا بعد 5 ثواني from the beginning of motion given that the two bodies start its motion at the same point ال AB بكام؟ واحدة وبالراحة عشان السؤال ده خبيث أوي. خبيث أوي وبيتشرح للعيال في تانية ثانوي. بص بقى يا معلم. الكورتين دول هيتقابلوا والجسمين دول هيتقابلوا. طيب لو ال AB طوله 1000 صح؟ طوله 1000. فلو ده قطع مسافة وده قطع مسافة، ده مثلا قطع مسافة اسمها S1 وده قطع مسافة S2، فلازم أعترف إن ال S1 زائد ال S2 مجموعهم هو ال AB. يبقى أنا أروح أجيب المسافة اللي قطعها الجسم الأولاني في 5 ثواني وهجيب المسافة اللي قطعها الجسم التاني في 5 ثواني وهجمعهما كل واحد فيهم بالبوزيتيف فأجيب مين؟ ال AB. مقتنع؟ مقتنع. ماشي. يبقى أنا عايز أجيب المسافة اللي قطعها الجسم الأولاني في 5 ثواني. معايا فيلوستي وعايز أجيب مسافة. هنعمل إيه؟ انتجريشن. الله الله الله. انتجريشن من الزيرو للخمسة للفانكشن اللي اسمها 10 t بلس 3 t سكويرد. ويا عم عشان أطمن حط لها أبسوليوت ولكن هتطلع 250 يبقى ال S1 ب 250. كمل. طبعا ده افتراض إن هو 1000. سيبك من الكلام ده. هات لي ال S2. ماشي. معايا اكسلريشن. حلو. ومعايا انه اتحرك فروم ريست. حلو. ومعايا التايم. حلو. تعرف تجيب لي الاس 2؟ اعرف اجيب الاس 2. ركز مع المستر. الاس 2 عشان هروح لها هتحرك مرتين. في ايكوالز في نود بلس الاي في التي. فالفي بتساوي الفي نود اللي هي بزيرو بلس انتجريشن الاي بالنسبه للتايم. هنبدا من التايم اللي اسمه زيرو لحد التايم اللي معرفوش. هتقول لي ب5 يا مستر. اقول لك استنى يا اهبل. استنى يا اهبل. انا عايز اجيب الديستانس لحد ال5 لكن انا عايز اجيب الفيلوسيتي ستيل بالايه؟ بدلاله التايم. يلا بينا. هي الاكسلريشن دي تي. يلا اعمل ديريفيتيف الاكسلريشن بالنسبه للتايم. هتبقى 0.6 تي زود الباور 1 واقسم على الباور الجديد هتبقى تي سكوير واقسم 0.6 على 2 تبقى 0.3 تي سكوير. 0.3 تي سكوير دي الفيلوسيتي. 0.3 تي سكوير من الزيرو للتي. حلو. حلو. دي الفيلوسيتي. دي الفيلوسيتي عادي. عادي. طيب اشتغل لي بعد اذنك بقى ايه. يلا يا صاحبي. هشتغل انتجريشن كمان مره عشان اجيب الاس 2. انتجريشن بس من 0 للايه؟ لل5. يلا اشتغل انتجريشن من 0 ل5. الاجابه هتطلع 12 ونص. سؤال جامد قوي. سؤال جامد قوي ان اداني اكسلريشن ورجعني اجيب فيلوسيتي بس فيلوسيتي بدلاله التايم. بعد كده ارجع كمان مره اجيب الديسبيسمنت بقى مش بدلاله التايم. هتبقى 250 زائد 12 ونص. الاجابه هتبقى 262 ونص. سؤال حلو. يا رب ما يجيش يا اخي. سؤال حلو قوي وجميل قوي على اليونت الاولانيه. يلا بينا السؤال اللي بعده. يلا بينا هندسه. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي a body of moves under the action of a force of magnitude F such that ايوه الاف بتساوي كذا ومديني كونستانت في النص والتي هي التايم. find the magnitude of the impulse of the force during the third second. او بيقول لي الماجنيتيود بتاع الامبلس في الثيرد سكند بيساوي كذا. طيب والامبلس بيساوي ايه؟ انتجريشن الاف صح دي تي during the third second يعني الثانية الثالثة يعني من 2 ل 3
تساوي الإجابة ب1.87.75 نيوتن. هات لي الكي، دي مسألة انتجريشن من اللي جت في الكالكولس. يلا يا باشا هنعمل انتجريشن. اتفضل. من ال2 لل3 الفانكشن عبارة عن مين؟ 20 زائد أيوه تي بلس كي all to the power 3 دي تي. الكلام ده كله بيساوي 1.87.57. حلو ماشي. يلا يا باشا نعمل انتجريشن. اعمل لي انتجريشن هندسة. يلا انتجريشن ال 20 هتبقى 20 تي زائد انتجريشن الكلام ده هزود الباور 1 اهو يا عم. زودنا الباور 1 واقسم على الباور الجديد واقسم على ديريفيتيف اللي جوه اللي هو 1 ملوش لازمه. هعوض مره ب2 وعوض مره ب3 واعمل في النص ماينس الكبير ماينس الصغير. يلا عوض مره ب3 يبقى دي 60 زائد 1/4 3 زائد كي باور 4 ده الاولاني ناقص عوض مره ب2 هتبقى 40 زائد 1/4 عوض جوه ب2 2 زائد كي بالمنظر ده باور 4. الكلام ده كله بيساوي 1.87.57. تقوم عامل ايه بقى؟ شيفت سولف او تجرب اجاباتك. تمسك كل اجابه تشوف مين فيهم يطلع الرقم ده. الوحيد اللي هيطلع الرقم ده سواء رقم 3. والراجل من وجهه نظري بيحب النوع ده من الاسئله، وطالما بيحب النوع ده من الاسئله يبقى اعتقد ان هو ممكن يجيبه. ده نفس سؤال الفوليوم، سؤال حلو وجميل ولطيف. السؤال اللي بعده يلا بينا. وانا بحل السؤال ده التابلت فصل مني فانا متضايق جدا وانا بحله تاني. يلا بينا بحماس. بيقول لك in the opposite figure AB is a uniform rod. ماشي. الوزن نازل من النص، وزنه 48 نيوتن. الطول بتاعه 50 سم. rests with its end A on a rough horizontal ground. يبقى هنا في تعال نسميها R1 وهنا في ميو اس R1. كمل. بيقول لك عند C سند على support smooth. طبعا السبورت بيخلينا نعمل perpendicular reaction على الرود. طبعا السبورت ده برضو عشان تبقى عارف ممكن يبقى رود كده، والسبورت عبارة عن ايدج مثلا كورة عبارة عن نص دايرة، هيبقى بيربنديكلر على مين؟ بيربنديكلر على الرود. كمل معايا. طيب بيقول لي بحيث ان البي سي ايوه ب10 سنتيمتر. اوكي هو اللي قال كده. والارتفاع بتاع السبورت ده يعني الارتفاع ده كده بكام يا عم؟ ب20 سنتيمتر. خلاص تعال نبص على طول الرود. احنا قلنا الطول كله كام؟ 50. تمام. الوزن نازل من النص بالظبط، هينزل من هنا كده مثلا اهو نازل من هنا. ده الوزن بكام؟ 48. 50 تتقسم كده 25 وشمال تتقسم 25 خدنا منها التن يتبقى 15. كلام شيك. اوكي. وعلى فكرة معايا السيتا. معاك السيتا دي يا مستر؟ صدقني معايا السيتا. معايا السيتا. مش ده ب20؟ وده بكام يا ولدي؟ ب40. السايد اللي قصاد انجل كام؟ يديك نص الهايبوتنس قصاد انجل 30 يبقى دي 30. والفكره دي اتكررت مرتين في الاسترشادي واكتر، فكره السايد اللي قصاد انجل 30. طيب اوكي كلام جميل. عايز ايه مني؟ عايز رياكشن اباوت سي. حاضر. هنا اللي فوق قد اللي تحت واليمين قد الشمال، مش هنشغل بالنا بدي، ولكن انا بفكر فكره يعني مش عارف تزعل مني ولا لا. اجيب المومنت حوالين الايه. المومنت حوالين الايه هتساوي بزيرو عشان هو قال لي كلمه ايكوليبريم والدنيا مستقره وايكوليبريم. حاضر يا عمنا. يلا نجيب المومنت حوالين الايه. كل ده هيطير. 48 perpendicular distance بتاعتها هتبقى بالبوزيتيف، يبقى 48 مضروبه في 25 في كوساين ال30. كلام شيك. كمل. الR2 هتبقى بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف R2 مضروبه في البربنديكولار ديستانس. ده كله هو البربنديكولار ديستانس 25 و15 40 ايكوال 0. شيفت سولف. الR2 بتاعتك الجميله تطلع 15 و3. شكرا. الاجابه اللي تلبيس ولا اللي بعده. يلا بينا. السؤال ده بيقول لي في بس غلطه في السؤال كده هنصلحها. ال 96 دي المفروض كيلو جرام ويت. ماشي عشان بس تبقى عارف. و الاجابه دي تبقى 384. غلطه بسيطه كده في الاسترشادي. يلا بينا. الراجل بيقول لي ان الدي بي قد الدي سي. حلو. فاقدر اقول ان الاي دي ده عباره عن ميديان. ماشي. كمل معايا. الاول وهله تبدو مساله statics، ولكن بيقول لك a body of weight 96 كيلو جرام weight started to move from point A towards D. في body بيتحرك هنا. جميل. such that ال A at a height 12 متر. ده ب 12 متر from the ground surface. there's a potential energy. عايز ال potential energy عند ال point of intersection of medians اللي هي نقطة M هنا. حلو. نقطة M هنا بتقسم الميديان بتاعك by ratio 1 to 2 from the base أو 2 to 1 from the vertex. وبناء عليه
الخط ده برضو بيتقسم 1 to 2 from the base أو 2 to 1 from the vertex. قشطة قشطة ماشي. طب ازاي اقسمه؟ ال 12 قسمها على التلاتة تبقى 3 حتت، دي تاخد حتة ودي تاخد حتتين. شكرا، انا كده قسمت الاي بي. تمام تمام. الريشيو اللي بيتقسم بيها الميديان ده هي الريشيو اللي بيتقسم بيها السايد ده يا جماعة، جت من السيميلاريتي. اوكي. فلو عايز تجيب البوتنشال انرجي عند الام، فالارتفاع بتاعك هيبقى 4، هيبقى ام جي اتش. البوتنشال انرجي هيساوي ام جي هضربها في 9.8 لانها كيلو جرام ويت، دي غلطه في الاسترشادي، في الاتش اللي هو كام 4. لما تيجي ترص دي كده على الاله تطلع الاجابه بالايه؟ بالجول. ولكن الراجل مش عاوزها بالجول اللي هي نيوتن متر يعني، الراجل مش عاوزها بالجول، عاوزها بالايه؟ عايزها بالكيلو جرام ويت. ترجع تقسم على 9.8 تطلع الاجابه 96 مضروبه في الاربعه. صباح الخير تطلع 384 اللي هي الاجابه اكيد اللي احنا مصلحينها، الاجابه لتر ايه. السؤال اللي بعده السؤال المقالي. يلا هندسه الاسئله المقاليه يلا بينا. السؤال ده هنا بيقول لي ABC is a triangle in which ال AB ب 24 وال BC ب 28 وال AC ب 32. تعالى نرسم. واضح ان هو سكالين تريانجل، يعني تريانجل ملوش معالم. ABC ال AB ب 24 ال BC ب 28 وال AC ب 32. ولما بلاقي مثلث ملوش معالم وغالبا لو طلب اريا فاستخدم هيرونز فورمولا، يا رب تكون فاكرها، اتقالت بدل المره 50 مره. Forces of magnitude 12 و 14 و 16 act along الدايركشن بقى AB 12. ادي AB 12 فين؟ ادي 12 عند ال AB. كمل. 14 عند ال BC. ادي 14 عند ال BC. كمل. CA 16. CA 16. هتلاقي الفورسز دي بتجري ورا بعض في المثلث وغالبا هتبقى بتفورم كابل. فايند ذا ماجنتيود اوف ذا مومنت اوف ذا كابل. حلو. الكابل هنا المومنت بتاعه بيساوي بوزيتيف والنيجاتيف 2 على حسب اللف ايه، يمين ولا شمال. في الام اللي هي الفورس على الريشيو بين الفورس والسايد مضروبه في الاريا. حلو. بيلفوا ازاي؟ والله بيلفوا بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 2 مضروبه في الام. الام اللي هي مين؟ فورس على سايد. 16 على بنص، دي على دي بنص، دي على دي بنص، يبقى نص مضروبه في الاريا. اريا المثلث ده هنجيبه ازاي؟ عن طريق هيرونز فورمولا. اريا بتساوي عباره عن مين؟ سكوير روت اس ماينس ايه، اس ماينس بي، اس ماينس سي. يا سلام. الاس دي نص البريمتر. تعرف تحسب لي البريمتر؟ البريمتر هيطلع 84. يقسموا على الاثنين يبقى 42. انا اسف انا اسف انا اسف. البريمتر 84 يقسموا على الاثنين يبقى الاس ب 42. حلو. 42 يبقى 42 في 42 ناقص السايد الاولاني من غير ترتيب بقى 32. 42 ناقص السايد التاني، السايد يلا مش الفورس يلا 28. 42 ناقص السايد التالت اللي هو كام؟ 24. رص يابا على الآلة الاريا هتطلع 84 روت 15. مسائل تخض الارقام، تخض العيل الصراحه. 84 روت 15. حلو. رص دي على الآلة يطلع المومنت بيساوي نيجاتيف 84 روت 15. ثانيه واحده كده، احب اقول لك ان هو طالب ماجنتيود، فالماجنتيود بتاع المومنت بيساوي 84 روت 15. دي هتكون الإجابة النهائية بتاعتي اللي هاخد عليها الدرجة. السؤال اللي بعده المقالي. انت واخد بالك إن معظم الأسئلة المقالية جه فيها الفاينل أنسر بشكل مخيف شوية، أرقام مش معتادة، فمحتاجين نشتغل. السؤال التاني المقالي بيقول لك in the opposite figure represent displacement force graph. تمام، يبقى أقدر أجيب الاريا أندر ذا كيرف، أجيب الورك. بيقول لك هنا من 0 ل 40، من زفت 0 ل 40 find the change in kinetic energy. التشينج في الكينيتيك انرجي هو الورك، بس هو عايزها من 10 ل 35. وريني الحدود كده، دي من 10 اهي ل 35 اهي ل 35. حلو، دي من 10 ل 35. طيب يبقى لو جبت الاريا ما بين ال 10 وال 35 يبقى جبت التشينج في الكينيتيك انرجي اللي هو الورك. طيب تعرف تجيب الاريا؟ والله ده شكله خماسي، 1 2 3 4 5 ما اعرفش، تعال نقسمه. اشتغل هنا. هجيب الاريا الاولانيه والاريا الثانيه ونجمعها. الاريا الاولانيه هتبقى البيز ب 20، الارتفاع 100 يعني 2000 زائد. ده ترابيزيوم. الهايت بكام؟ ب5 اهو، الهايت ب5. طيب البيز الاولانيه بكام؟ ب100 زائد البيز الثانيه بكام؟ معرفش. قلت له يا مستر معرفش، دي راحت لنقطه كام؟ معرفش. تبص على الجراف ما تلاقيهاش، ما تعرفش. حلو، معرفش البيز دي على الاتنين. يا سلام لو جبت البيز التانية يبقى خلصت المسألة. واحدة وبالراحة. بص لها المثلث ده كده يا هندسة،
هي مش دي ميد بوينت وده بارلل لده يبقى ده نص ده. لو دي 100 يبقى دي 50 هوبا 50. حلو. رص دي على الكالكليتر يا هندسة، اجمع بقى على 2000 طبعا ما تنساش. الإجابة بتاعتك هتطلع 2.375 جول. وبكده بقى خلصت الاسترشادي رقم 7. أشوفك في استرشادي تاني. يلا بينا يلا بينا استرشادي 8 و9 و10 وكده نبقى خلصنا الاسترشاديات. السلام عليكم، باي باي.